الإسكندر الأكبر كان ملهم لكتير من الشخصيات على مر العصور، منهم بطل قصة النهاردة نابليون بونابرت. فمثلا لما نابليون دخل مصر سمى نفسه علي بونابرت، ولما شيخ الطرق الصوفية في مصر قال نوقف الاحتفالات بالمناسبات الدينية بسبب الاحتلال، أصر نابليون إن هم يكملوا الاحتفالات. وده نفس اللي عمله الإسكندر لما دخل مصر، إن هو احترم المعتقدات الدينية بتاعة المصريين. بس زي ما جه للإسكندر جنون العظمة بعد كل الانتصارات اللي عملها، هيجي لنابليون بونابرت جنون العظمة لغاية ما يموت موتة حزينة في سانتا هيلانا. النهارده في قصة إنسان هنخش ونعرف تفاصيل حياة نابليون بونابرت. بس قبل ما نبدأ يا ريت متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل ونقدم حلقات أحسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعملها. يلا بينا. في يوم 15 أغسطس 1769 يتولد نابليون في عاصمة كورسيكا أجاسيو، زي ما تنبأ جان جاك روسو لما قال من جزيرة كورسيكا هيجي طفل يغير كل مجرى أوروبا. بس كانت كورسيكا في الوقت ده لسه محتلة من فرنسا بقالها سنة. كان نابليون الابن الرابع، بس هو كان الابن التاني اللي عايش لأن كان في قبله 2 ميتين. كان أبوه كارلو بونابرت وأمه إيتسيا، كانوا من الطبقة النبيلة، بس ما كانش معاهم غير اللقب بس. كان أبوه وأمه علشان كده مهتمين بتعليمه أحسن تعليم، لأن مفيش غيره هو اللي هيقدر إن هو يجيب لهم الغنى. وكارلو كان بيربي عند ابنه القومية البورسيكية، وكان بيكرهه في الاحتلال الفرنساوي، وكان بيحببه في باسكولي باولي اللي كان ضد الاحتلال الفرنساوي. هيبعت كارلو ابن نابليون على فرنسا لما يغير رأيه بعد نفي باولي ويتكيف مع الاحتلال الفرنساوي، علشان كده هيكون المستشار القضائي لأجاسيو. فعلشان كده هيقدر ان هو يدخل عياله في مدارس فرنسا. ودخل نابليون في مدرسة عسكرية ودرس فيها 5 سنين، وكان أصحابه من النبلاء كانوا بيتنمروا عليه لأن كلامه كان فرنساوي بس كان باللهجة الكورسيكية. علشان كده هيصب كل طاقته في الدراسة لغاية ما يتخرج بتفوق ويدخل الأكاديمية العسكرية في باريس بعد ما يوافق عليه الملك شخصيا. بعد كده يموت أبوه فيخلص دراسته بدري في حوالي سنة أو سنتين، ويرجع على كورسيكا لأن هو بقى كبير العيلة بعد ما يكون ملازم التاني في المدفعية. في الوقت ده هيقف جنب المقاوم باولي لما يرجع تاني من منفاه، بس تحصل مشاكل ما بينهم فيرجع على فرنسا مع أهله. في الوقت ده كان بيحصل أهم حدث في العالم وهو الثورة الفرنسية سنة 1789. فبسبب الأوضاع الصعبة جدا على الطبقة المتوسطة والفقيرة لدرجة إن هم كانوا بيموتوا من المرض لأن العلاج عمرهم ما هيشتروه، عملوا ثورة موتوا فيها ملك فرنسا لويس ال16 ومراته ماري أنطوانيت اللي كانت في نفس ذات الوقت كانت أخت إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وطبعا في الوقت ده اللي عملوا الثورة مش هيستعينوا بطبقة النبلاء أو طبقة الإكليروس، الطبقة بتاعة الكنيسة اللي كانوا في الوقت ده كانوا مكروهين جدا من الشعب، هيستعينوا بالناس اللي زي نابليون. وهنا نجم نابليون هيبدأ يظهر. فبعد إعلان الجمهورية الفرنسية وبقى ماكسيميليان روبيسير هو أهم شخصية سياسية في قيادة فرنسا، وأخوه أوغسطين كان صاحب لنابليون. فمن هنا هياخد نابليون رتبة عميد. وبعد موتهم سنة 1794 الحكومة الجديدة هتشكك في نابليون، بس بعد كده هيستعينوا بيه في قمع التمرد ضد حكومة الثورة، لأن الفرنساويين شافوا إن الثورة الفرنسية غرقت فرنسا أكتر من الأول، فلازم يرجعوا الملكية. غير كده بقى نابليون هيقدر إن هو يهزم الأسطول الإنجليزي اللي هيسيطر على مدينة طولون في فرنسا، وبعد كده يبقى لواء في الجيش ويبقى مستشار موثوق فيه كمان للحكومة اللي في الوقت ده، وهو عنده حوالي 24 سنة بس. وفي وقت كل الدول الأوروبية كانت خايفة من الثورة الفرنسية لأن معنى كده هم كمان ممكن يحصل فيهم ثورة وبكرة الصبح تبقى رقابيهم تحت المقصلة. علشان كده كانوا متحالفين ضد فرنسا، وكان أهم الدول دي هي إنجلترا والنمسا لأن ماري أنطوانيت أمها أساسا ملكة النمسا ماري تريزا. علشان كده الحكومة في الوقت ده هتشوف إن أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم، هتعمل أكتر من حملة عسكرية علشان تثبت قوتها ووجودها. وهيبقى نابليون القائد الحملة الإيطالية، وقدر إن هو ياخد أجزاء كتير جدا من النمسا. ده غير كمان إن هو هيعمل معاهم معاهدات من غير ما ياخد رأي الحكومة في باريس. بس بسبب انتصاراته دي هيقولوا إن الثورة قدرت إن هي تعمل إنجازات، لا دي كمان بتحتل أجزاء من أوروبا.
فعلشان كده هيتغاضوا عن اللي عمله نابليون. بس نابليون كان بيخطط للأكبر من كده، ويبقى نابليون نجم فرنسا وأملها وهو عنده 27 سنة بس. وفي سنة 1798 كانت فرنسا عايزة تهزم انجلترا، بس نابليون عارف ان انجلترا اسطولها قوي، فعلشان كده هيقترح ان هم يحتلوا مصر، لان مصر هي الطريق اللي بيؤدي الى مستعمرات انجلترا اللي هي كانت في الهند، لان الهند بالنسبة لانجلترا كانت درة التاج البريطاني. فيروح على مصر، بس انجلترا هتحرق الاسطول الفرنساوي في موقعة ابو قير البحرية، والاسطول الانجليزي هيحاصر مصر كلها في الشمال، ده غير المقاومة بتاعة المصريين والمماليك المتمركزين في الصعيد. فيقرر ان هو ياخد الشام، بس يجي للجنود طاعون فيرجعوا مرة تانية على القاهرة. في الوقت ده رجع تاني انجلترا والنمسا ضد، فيرجع نابليون لان هو ادرك ان الحملة اللي في مصر فشلت بعد حريق الاسطول. يشارك نابليون في انقلاب 18 بروميير اللي مشى الحكومة اللي كانت موجودة، وعمل حكومة جديدة اسمها حكومة القناصلة. الحكومة دي بتكون من 3 قناصلة بيحكموا فرنسا، منهم نابليون، علشان محدش يحتكر السلطة دي. وبقى نابليون هو القنصل الأول، وفي فبراير 1800 يتم إصدار الدستور الجديد. وفي نفس السنة ياخد نابليون كل نصيب النمسا في شبه الجزيرة الإيطالية، ويقسم أقاليم فرنسا، التقسيم اللي لغاية دلوقتي موجود وشغال في فرنسا، ويعمل إصلاحات تشريعية وتعليمية. ده غير هيرجع طبقة الإكريلوس بتاعة الكنيسة الكاثوليكية، لأن أغلبية فرنسا في الوقت ده كانوا كاثوليك، وبكده هيزيد حب الفرنساويين لنابليون أكتر. وفي سنة 1802 يبقى القنصل لمدى الحياة. بس في 18 مايو 1804 في كنيسة نوتردام دي باريس يتم تتويج نابليون امبراطور على فرنسا، وبعد كده يصر نابليون على تتويج مراته جوزفين امبراطورة هي كمان. جوزفين دي كانت مرات الجنرال ألكسندر، بس هيموت في الثورة الفرنسية من المقصلة، وهيتجوزها نابليون سنة 1796 علشان يستفاد من علاقتها مع الطبقة الأرستقراطية، بس يسافر على الحملة الإيطالية وبعدها على مصر، والاتنين هيخونوا بعض. ونابليون هيكون عنده أطفال كتير غير شرعي، منهم تشارلز ليون وألكسندر واليس. بس بعد ما سن جوزفين يكبر لدرجة إن هي مش هتقدر إن هي تخلف وريث للإمبراطور، هينفصل عنها نابليون وهيتجوز ماري لويس اللي هي تبقى ابن فرانسيس الثاني امبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، اللي هو يبقى اخو ماري انطوانيت. خلف منها نابليون فرانسوا جوزيف شارل بونابرت. وفي الوقت ده عمل دستور الفرنساوي اللي ما زالت فرنسا ماشيه عليه لغايه دلوقتي في بعض قوانينها او قوانين متاخده منه. ودخل في الحروب اللي اتسمت بعد كده الحروب النابليونيه، وكان بيتوسع في اوروبا بدرجه تخوف الدول الاوروبيه. وفي سنة 1812 غزا نابليون روسيا أخذت تكنيك الانسحاب لأن الشتاء كان قرب، وهم عايزين إن نابليون يدخل لأن أكيد مش هيعرف يحارب في شتاء روسيا. وفعلا بعد ما يجي الشتاء نابليون هينسحب بخسائر كبيرة جدا في الجيش. وفي إبريل 1814 هيتنازل عن السلطة بعد ضغوط كبيرة، وهيتنفي على جزيرة ألبا اللي كانت على الساحل الإيطالي. بس في مارس 1815 هيهرب ويرجع تاني على فرنسا، بس في معركة واترلو خسر بشكل مذل، فهيتنازل عن سلطته للأبد وهيتنفي لسانتا هيلانا في المحيط الأطلنطي علشان ما يقدرش ان هو يهرب مرة تانية زي ما عمل في جزيرة ألبا. وفي 1821 هيتعب جدا وأوصى بأن هو يدفن قرب نهر السين في باريس، ومات 5 مايو 1821 زي ما أبوه مات بمرض السرطان المعدة. في 15 ديسمبر 1840 هيتنقل جثمانه لباريس في قبة ليزانفو. زي ما شفنا نابليون قدر ان هو يعمل انجازات كبيرة جدا وهو في سن صغير، زي ما قدر الاسكندر ان هو يستولي على اجزاء كتيرة جدا من العالم وهو في سن صغير، ومات يدوب وهو عنده 30 سنة. عشان كده جالهم ما يسمى بجنون العظمة. وبس خلصت حلقتنا على كده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة. مع السلامة.